أصدقائي المشاهدين أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أصدقائي، أبدأ الحديث بسؤال: ماذا لو أمسكنا بزياش وبوفال وضربناهما في خلاط؟ على ماذا سنحصل؟ أو بعبارة أدق، من هو اللاعب المغربي الذي يجمع بين سحر تمريرات زياش ومهارات بوفال؟ بالتأكيد الكل سيشير إلى ياسين جسيم، صاحب 20 سنة والمتر و72 سنتيمتر، المنتقل حديثا إلى نادي ستراسبورغ الفرنسي بقيمة قدرها 6 مليون يورو. ياسين جسيم يلعب غالبا كجناح أيمن في خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1. ميزته أنه يلعب كجناح هجومي مباشر، بمعنى أنه كلما أمسك الكرة إلا وقصد المدافع في بحث عن مواجهة 1 ضد 1، يمسك الكرة بالقرب من الخط، يراوغ المدافع ليكشف لنفسه على حلين: التوزيع أو القيام بعرضية خطيرة داخل المربع، أو التسديد نحو المرمى بالرجل المفضلة. وهو نفس الأسلوب الذي يلعب به حكيم زياش. يعرف كذلك الدخول بين الخطوط، بمعنى أنه لا يبقى دائما على الخط، وهو ما يصعب على الخصوم قراءة تحركاته. ثم يقوم بتمريرات سريعة وخاطفة، ولا يمسك الكرة بين رجليه أكثر من اللازم، ويميل أكثر إلى اللعب العمودي المباشر. أثناء الضغط العالي دائما ما يعود ياسين جسيم للضغط على الظهير وقطع زاوية التمرير إلى وسط الملعب. وإذا استمر ياسين جسيم بتقديم مستويات كبيرة مشابهة لتلك التي قدمها بالأمس، حيث جعل الكل يتحدث عنه، بالتأكيد سيتحول إلى جناح حاسم في الليغا وداخل المنتخب الوطني. إذن الموهبة موجودة، والتحدي هو الثبات يا ياسين يا جسيم.